السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية. اليوم إن شاء الله رح نعمل دجاج مشوي بالفرن. طريقة حلوة، يمكن تكون جديدة على بعض من الناس ويمكن شوي غريبة. رح نستخدم هون عنا كريمة طبخ 3/4 الكوب، هنا ننقع فيها الدجاج. هون كمان بدنا نص كوب مايونيز. كمان نص كوب صلصة. هدول عيار دجاجتين الخلطة هاي. حبيتوا تعملوا على دجاجة واحدة بتقدروا تكسبوا نص الكمية يعني. هون بصلة مبروشة، هون البهار، عنا توم وخردل، كليل الجبل وزعتر ناشف، فلفل اسمر، بابريكا حمرا حارة او حلوة اللي بدكم اياه، ورق غار. كليل الجبل عادي يعني نكفي، مش رح نكتر. هاي المواد، لا ننسى الخل معلقتين تقريبا. هون رح نحط هريس الفلفل الحار او الفليفلة، رح ناخد معلقة صغيرة لانه حار هذا شوي، ما رح نكتر. عصرة ليمونة، بدكم عصرة الليمون، حطينا خل بس مش عم نكتر شوي ليمون. مي نص كوب بس لما تصير معنا زي اللبن يعني شوي سميكة. بسم الله. هاي خلصنا هون، شايفين؟ بس بنجيب الدجاج هون، مغسول الدجاج بنصفيه من المي لازم. كله راح نحط الصوص كله على البطاطا وعلى على الدجاج. خلينا نفتح الدجاج اول حتى يصل كل العصارة والصوص لجوا. هذا رح ننقعه 5-6 ساعات احسن اشي. دايما الدجاج نقع كثير بعطينا نتيجة اسرع واسكى. انا لما استخدمت المايونيز هون والكريمة والخل، ال3 شغلات هدول سبحان الله بسرعوا بعملية استواء اللحم او الدجاج، وبخلوه هش كمان، يعني مش انه طري، لا كمان هش من برا وطري من جوا. بسم الله. دايما الايد احسن.
نهار ريحتها بتجنن طالعة. الملح هون ننتبه لانه الخردل فيه ملوحة والكريمة فيها كمان، فبتكونوا منتبهين شوي. هيك خلاص ان شاء الله بنحطها بالثلاجة مدة 6 ساعات. نرجع لكم. وهيك خلصت معنا الحمد لله ما شاء الله، اشي بجنن. قعدت معنا ساعة بالفرن على حرارة 180 ما شاء الله، طلعت بتجنن. هسه بنوريكم الصوص طلع جنن وريحته. شايفين؟ لا تغطوها لا بقصدير ولا بأي اشي لأنه راح تزل معكم مي، لأنه ميتها كفاية. حتى ساعة وشوي أخذت. شايفين ما شاء الله داي بدوب بتجنن طالعة. حتى البطاطا طلع دايبة. لا تحركوها لما تيجوا تقلبوا، لا تحركوها نهائي، بلاش يروح منظرها، خليها بتضلها زي ما هي. إذا عجبكم الفيديو إن شاء الله لا تنسوا الاشتراك واللايك بالقناة. يعطيكم العافية.